السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه سوبر ليدي. النهارده ان شاء الله هعمل لكم وصفه حلوه جدا بالكحك اللي اتكسر مننا. طبعا ممكن يكون اتكسر لان السمنه زادت فيه، وممكن يكون برضو يتكسر علشان يعني عيب تخزين، خزنتيه بطريقه غلط، فهو هيبقى بالشكل ده. طبعا مش هينفع تقدميه لحد، وكمان مش هينفع تاكليه بالشكل ده. احنا النهارده ان شاء الله هنعمل بيه وصفه جميله جدا، هندخله ان شاء الله في صينيه تشيز كيك جميله قوي. طبعا اول حاجه هنعملها فيه بقى ايه الكحك ده. هحطه كده في المطحنه اللي هي بتاعه الخلاط، وهطحنه كويس جدا. ولو عندك كبه هتطحنيه برده في الكبه، تخليه كده عامل زي البودره. وده كده الكحك بتاعي بعد ما ضربته ضربه كويسه جدا في المطحنه بتاعه الخلاط زي ما انتم شايفين كده. هو طبعا بيبقى مليان سمنه لانه اصلا معجون بالسمنه، فاحنا مش هنحط له زبده خالص، لان لو حطينا له يعني زبده على الزبده اللي هو فيها او السمنه اللي هو فيها يبقى بصراحه صعب جدا. وزي ما انتم شايفين كده هو برده متماسك، يعني ممكن نحطه برده بالشكل ده، بس اللي انا الحقيقه يعني مش هحطه كده، هزود له الزبادي اللي هي الشوكولاته اللي هي الدانون دي، بصراحه هتدي له طعم جميل جدا. اقول لكم بقى المقادير بتاعه التشيز كيك بتاعنا. عباره عن 6 معالق من سميد البسبوسه، ده بيتجاب من عند العطار. وهنا 6 معالق من سكر حبيبات بتاعنا العادي. وهنا 4 معالق من معالق الاكل العاديه دي كريم شانتيه، ده برضو بيتجاب من عند العطار. و4 معالق كبيره برضو من المعلقه العاديه دي نشا. وهيبقى معايا كمان 6 قطع جبنه مثلثات، او ممكن تجيبي الجبنه اللي هي المربعات، يعني النوع اللي يناسبك. وهيبقى معايا كمان رشه صغيره من الفانيليا، وكيس جيلي مانجا. وهيبقى معايا كمان كيلو من اللبن. الحقيقه اللبن ده يعني انا غلياه وكان ساقع في التلاجة. لازم طبعا ما يكونش سخن علشان لما نيجي نحط عليه النشا ما يكلكعش. طبعا اول حاجه بقى هعملها ايه، هجيب الزبادي اللي هي الشوكولاته دي، وهنزلها كده على الكحك بتاعي. وهقلبها كويس قوي في الكحك لغايه لما يبقى عامل زي العجينه المتماسكه. ده كده شكل الكحك بعد ما قلبته كويس جدا مع الزبادي الشوكولاته. دي كده الصينيه اللي هي بتاعه التشيز كيك اللي بتتفتح وتتقفل، دهنتها بدهنه صغيره جدا من الزيت، وبطنتها كده كلها بالورق بتاع الزبده ده من تحت كده ومن الجناب، علشان طبعا تسهل لي لما اطلع التشيز كيك بتاعي. ودلوقتي احط بقى الكحك كده من تحت، وافرده بقى كويس جدا كده بالمعلقه. وده كده الكحك بعد ما فردته كويس جدا في الصينيه. دلوقتي بقى هدخل الصينيه دي التلاجة من تحت علشان طبعا تجمد شويه، على بال بقى ما ابتدي اجهز الطبقه التانية بتاعه التشيز كيك. دلوقتي بقى انا جبت الحله بتاعتي اللي هشتغل فيها، هحط فيها السميد، واحط كمان فيها النشا، 6 معالق من السميد و4 معالق كبار من النشا، و6 معالق كمان من السكر، وهقلبهم كويس. واحط عليهم كمان رشه كده من الفانيليا، وممكن لو ما عندكيش الفانيليا دي تجيبي الفانيليا الاكياس تحطي كيس. وبعدين بقى انزل عليها الكيلو لبن، واقلبهم كويس جدا. واول ما يدوبوا هرفعهم بقى على النار لغايه لما الخليط ده يتماسك معايا. ودلوقتي انا حطيت الخليط بتاعي على النار، وطبعا من اول ما تحطيه لغايه لما يتقل معاكي كده وانت بتفضلي تقلبي فيه علشان ما يكلكعش. واول ما الخليط بيتقل كده بتطفي عليه النار على طول. وده كده الخليط بتاع التشيز كيك بتاعي بعد ما نزلته من على النار. طبعا على طول فضيته بقى في الطبق البلاستيك ده، واحط عليه بقى ال6 قطع جبنه مثلثات بتاعتي. وطبعا زي ما قلت لكم ممكن تستخدموا جبنه مربعات او جبنه كوبايات. وده كده الكريم شانتيه برده 4 معالق كبار. ودلوقتي بقى هضربهم كويس جدا بالمضرب الكهرباء لغايه لما الخليط ده كله يبقى حته واحده كده ومتماسك وعامل زي الكريمي. ودي كده طبقه التشيز بتاعتي بعد ما ضربتها كويس جدا بالمضرب الكهرباء. دلوقتي بقى طلعت الصينيه اللي فيها الكحك بتاعي من التلاجة، وابتدي بقى انزل عليها الطبقه بتاعه التشيز كده، وافردها كويس جدا بحيث تبقى متساويه في الصينيه كلها. ودي كده طبقه التشيز كيك بعد ما فردتها كويس. طبعا بعد ما تفرديها كويس بتدقي على الصينيه كده علشان طبقه التشيز تبقى متوزعه كويس في الصينيه وتبقى كلها بسمك واحد.
وده كده الجيلي بتاعي. جبت كوبايه تقريبا، كوبايه يعني حاجه بسيطه جدا من الميه المغليه، وحطيتها على كيس الجيلي ودوبتهم مع بعض كويس جدا، بس طبعا لازم تكون ميه مغليه. ودي كده هتبقى الطبقه الثالثه في التشيز كيك بتاعنا. ولو عايزاها طبعا بتكون طبقه يعني اكتر من كده، بتجيبي 2 كيس جيلي مش واحد، علشان تبقى طبقه الجيلي يعني كبيره شويه. دلوقتي بقى هجيب الصينيه بتاعه التشيز كيك، وهجيب معلقه خشب زي دي، وابتدي بقى انزل عليها بالراحه خالص الجيلي، علشان طبعا يعني الطبقه بتاعه التشيز كيك بتاعتي ما تتخرمش اهو بالشكل ده. لو نزل عليها بصوره مباشره طبعا ممكن هيخرمها، يعني هتبقى فيها ثقب وكده. واسويها كده بالراحه خالص، وطبعا اخليها بقى لغايه لما تبرد شويه، وبعد كده هدخلها بقى التلاجة لغايه لما تتمسك خالص. وده كده التشيز كيك بتاعنا بعد ما خرج من التلاجة وتماسك، الطبقه بتاعته بقت متماسكه وجميله. زينته كده بوردات صغيره جدا من الكريم شانتيه، وده كده عنب احمر حطيته برده من فوق علشان يدي شكل. وطبعا التزيين ده اختياري، ممكن تقدميه من غير كده خالص، يعني تقدميه هو كده بس. وهوريكم برده شكله زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله طبقه جميله جدا. الطبقه اهي بتاعه الجيلي، ودي طبقه التشيز، ودي طبقه الكحك اللي احنا عملناها من تحت. وهقطع لكم برده حته كده من جوه علشان تشوفوا شكله. طبعا الورق اللي هو بتاع الزبده ده سهل لي جدا وانا بخرج التشيز كيك بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده، شايفين عامله ازاي الطبقات بتاعتها. ده طبقه الجيلي، ودي طبقه التشيز، وده طبقه الكحك بتاعنا. طبعا جميله جدا وشهيه وفي منتهى الجمال. هتجربوها ان شاء الله يا حبايب قلبي وهتعجبكم جدا. طبعا احسن بكتير ما كنا رمينا الكحك بتاعنا، ادينا عملنا بيه حاجه كويسه جدا واستفدنا بيه في نفس الوقت، وان شاء الله برضو هيتاكل. وده كده شكل التشيز بتاعتنا من جوه، زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل جدا وشهي قوي بجد في منتهى الجمال. ان شاء الله يا حبايب قلبي هتجربوها وهتعجبكم جدا. وبرضو هدوقه لكم كده، بجد شكلها شهي، وانا مش مستنيه بقى ان انا افصل الفيديو، قلت لازم برضو اجربها قدامكم. شايفين طري ازاي وجميل، تحفه. بجد ملوش حل. بالهنا والشفا ليكم كلكم يا حبايب قلبي. لو عجبتكم بقى الوصفه السهله الجميله دي اللي احنا استفدنا بيها بالكحك المتكسر، ما تنسونيش بقى لايك وشير واشتراك للقناه وتفعيل الجرس علشان ان شاء الله يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم في الله، اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد.